قبل ما نبدأ في الملخص، لو انت أول مرة تشوفني اشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنت. يلا بينا نبتدي. بتبدأ القصة مع هان، رسامة درجة أولى تاخد في الرسم بطولة، واللي بتكون قاعدة في بيتها بترسم صورة لعيلتها، وبتجيلها مكالمة من السلعة وحماتها بتقول لها إنها جاية لها ويا ساتر استر يا رب، فبتجري تظبط نفسها وتطبخ أكلها وبالمرة تعور نفسها، ولما حماتها بتشوفها طبعا ما بيعجبهاش الأكل وبتتهمها إنها قصدها تهينها، مش كنت طلبتي أكل من بره بدل ما تكسفينا؟ وعلشان بنتنا تصلح غلطتها بتديها الكريدت كارد بتاعتها، وبعدين بتقول لها حماتها قولي لأبوكي يعين زوجك في منصب في شركته، مش معقول يبقى أبوكي غني كده وجوزك موظف كحيان. لكن هان بتقول لها إن جوزها مبسوط في شغله ومش عايز يغيره، فبتقول لها حماتها إن رئيس زوجها في الشغل هيتجوز أختها يهرا وهيبقى مديره عديل وجوز أخت مراته، فبتطلع بنتنا جري على بيتها، وهناك لا بتلاقي أختها ولا مامتها، وبتتصل عليهم لكن محدش بيعبرها، وبتكون أمها عبير الحيزبونة ماسكة الموظفين غسيل ومكوى وبتحضر لمعرض لوح فنية، وبتقول للمساعدة ترتب اللوح حسب أهمية اللي راسمها، وساعتها بتتصل هان على مساعد أمها وبيقول لها على المعرض الفني بتاعهم. في نفس الوقت أختها يورا على السوشيال ميديا بتتكلم عن معرضهم ونظرتها للفن واللوح الفنية، وبيكون معاها زوج أختها اللي عينه منها، وبعدها بتبدأ الحفلة وبتكون عبير العقربة مع الحرابي أصحابها واللي مش مبطلين نقع على عبير وزوجها. في الوقت ده بتوصل هنا ومعاها لوحة عيلتها اللي رسمتها، وبتتصل على صديق زوجها في الشغل فبيعرفها إن جوزها مجاش وكمان قدم استقالته فجأة، فبتتصل على حماتها وبتسألها، فبتطلع هي كمان ما عندهاش فكرة، ولما بتدخل بتلاقي زوجها واقف مع أبوها، ولما بتقف معاه بتبقى مبسوطة منه، هي مشرفني قدام أهلي جاتك نيلة وانت عبيطة. وبعدها بتروح تصور اللوحة بتاعتها عايزة تبعتها لجدها، فبتهبق عليها أختها، ولما بتشوف اللوحة بتندهش، حتى عبير العقربة بتستغرب وبتقول لها ايه اللوحة الزفتي دي، اوعي تحلمي نعلقها وسط لوح المشاهير في المعرض ده. وفجأة بيشوفوهم صحاب عبير الحيزبونة وبتعجبهم اللوحة جدا، وبتتدبس عبير انها تعلقها في المعرض بتاعهم، وبعدها هان بتحاول تنظف اللوحة لأن عليها لون، وساعتها بيشوفها دوك مدير زوجها وخطيب أختها المستقبلي وبيديها منديل تنظف اللوحة، وبيبدي إعجابه باللوحة والعمق اللي فيها، وبيقول لها إنها لوحة مزيفة زي صاحبتها، وبيكون في منتهى قلة الذوق معاها، وبتوصل يورا أختها ووراها سوق زوجها، وبتلقح يورا على سوق بالكلام وما كنتش أعرف إن زوج أختي وسيم كده، وبتبقى هانا واقفة مصدومة ومش عارفة تعمل إيه، وبتحاول تدافع عن زوجها وإن مشاعرهم وحبهم أقوى من المظاهر، لكن دوك بيضحك على سذاجتها وقد إيه هي عبيطة وهبلة، وبتروح يورا بكل بجاحة تشبط في دراع سوك وبتقول بذمتكم مش أنا لايقة عليه أكتر، وبتروح هانا لحمام ومتضايقة جدا، وهي خارجة كانت هتخبط في دوك فبتشكره على اهتمامه بزوجها في الشغل، فبيقول لها هو أنت عبيطة ولا عاملة عبيطة؟ مش ممكن يكون في حد ساذج كده وبيمشي. ولما بترجع بتلاقي زوجها واختها ولا عصفورين كناريا ناقصهم بس 2 ليمونادة، ولسه هتروح لهم بتوقفها سالي صاحبة امها وبتطلب منها توديها على الغرفة تفحص اللوحة اللي هتتباع في المزاد ده، وبتسهي سهى هنا وشكلها بتخطط لحاجة، وبعدها بيبدأ المزاد والطلب بدأ يزيد على اللوحة وبتشتريها سالي بأعلى سعر، وفجأة بتضرب سالي عبير بالقلم وبتقول قدام الكل إن اللوحة مزيفة، وبيثبت الخبير حقيقة الكلام ده، وبتتهم سالي هنا إن هي اللي مقلدة اللوحة بما إنها رسامة محترفة، وبتبقى عبير في موقف تحسد عليه وسمعتها على وشك تتدمر، فبيقول المساعد تلبس الحوار لهانا وبتطلب منها تعترف إن هي اللي رسمت اللوحة، وبيقول المساعد إن هان هي اللي رسمت اللوحة المزيفة، والبنت واقفة مصدومة وأمها بتقول لها اسكتي وما تقلقيش، وبتمثل عبير دور الأم المظلومة اللي ما عرفتش تربي. في الوقت ده زوجها سوق بدل ما يقف جنب زوجته
راح يواسي يورا. أما إنك زوج ندل صحيح، وبيعترف لها سوك إنه معجب بيها وإنه اتجوز أختها علشان يقرب منها ويفضل جنبها. وبتوصل هنا وبتكتشف الموضوع وبتتخانق مع زوجها وبتسأله ليه اتجوزتني، وبتمشي وهي منهارة. وساعتها بتكلمها أمها وبتقول لها تسلم نفسها وتشيل حوار اللوحة المزيفة وهي هتجيب لها محامي وهتخرجها، لكنها ما بتلحقش وبتعمل حادثة خطيرة. وفي المستشفى الأطباء بيعملوا اللي يقدروا عليه، وبيطمن الطبيب عبير وإنها تبقى كويسة. فبتدخل عبير الغرفة وبتفصل الأجهزة وشكلها كده ناوية تتخلص منها، وبتقرب منها وبتقول لها إن من زمان وهي بتكرهها من يوم ما جابت لها كوباية مية في الملجأ وساعتها اتبنتها. وكانت بتعامل يورا أحسن منها وبتستغل طيبتها وسذاجتها، وبتقول لها قبل ما تموت في حياتك التانية ما تبقيش عبيطة كده. وهي خارجة بتقول المساعد يوصل الأجهزة، ولما بيدخل بيحط التليفون على ودنها وبيوصل الأجهزة وبيمشي، لكنها بتكون قطع النفس وبيحاولوا الأطباء ينعشوها. وفجأة بتصحى هاند بتلاقيها على سريرها وأختها يورا جنبها، وبتبقى مستغربة وبتكون رجعت قبل سنة ليوم زواجها من سوكا، وبتكون فاكرة كل حاجة وكأنها في فيلم وبدأ من الأول. وبتفتكر كلام عبير العقربة وإنها ما تبقاش ساذجة وعبيطة، وبتخرج وهي لابسة الفستان لسوك وبتروح تاخد قلم وبتشق الفستان اتنين وبتسلم بالورد على وشه. ولسه هتمشي بيسألها هو ايه اللي حصل بس قوليلي، فبتقول له اللي بينا انتهى يا ننوس ماما. وساعتها أمه بتتصل عليه تسأله عن لون الفستان. هو دواتك يا حاجة لبسوا عليك اسود يا بعيدة. ومش بيقدر يقول لها إن هان لغت الجواز. في الوقت ده هان بتقول لعبير إنها مش هتتجوز، لكنها ما بتردش، فبتقول لها انت انترشتي وبتسيبها وتمشي. وبتبقى عبير مستغربة اسلوب هاني الغريب ده. هترقصكوا على السلم والتعبان استنوا وشوفوا. وبيوصل سوك ويورا وبيطلب منها توافق يأجلوا الفرح لأن هان أعصابها تعبانة. فبترجع هان وتقوله انت ما بتفهمش يا راس القلقاسة، الجواز مني خلاص بحها. فبياخدها على بره وبيسألها هو ايه اللي حصل بس قوليلي، اكيد في سوء تفاهم. فبتقوله تفاهم ده انت اللي مش فاهم، كله اتكشف وبان خلاص يا عم التعبان. وبتعرفه انها عارفة ان جوازه منها هيقربه من اختها وانه بيحب اختها يورا مش بيحبها. فبينزل على ركبه وبيترجاها ما تلغيش الجوازة وإن حالة أهله المادية صعبة ومعتمدين على الجوازة دي، وإن موافق يعمل أي حاجة يكنس يغسل أي حاجة بس ما تلغيش الجواز. لكن بطلتنا قلبها مات وبتسيبه وتمشي. ولما بتدخل بتسمع يورا بتقول لعبير أمها إنها بتحب دوك، وأمها بتقول لها نصحى طالعة لأمك والله عرفتي تختار يا بت. فبتقرر هان إنها توقع دوك وتتجوزه بدل يورا. فبتتصل على صديقتها وبتروح تقابلها وبتعرفها إن حبيبها بيحب أختها وإنها ناوية تشقط الولد اللي أختها بتحبه انتقاما منها. وبتبقى مستغربة إن هان بتتعامل عادي ولكن إنها مربية قطة وماتت. وبتعرفها صاحبتها إن ستات عيلة دوك مفتريين ومش سالكين، بداية من الجدة الرئيسة التنفيذية للشركة وغيرها مرات الابن الكبير أم دوك واللي ليها الكلمة الأولى والأخيرة في البيت، ده غير بقى دوك بذات نفسه. وبتعرف إن عنده شخصية متنمرة. وبعدها بتطلع هان تقابل دوك وبعد السلام والتحية بتقوله ما تتجوزني يا معلم، وهو يبقى جواز مصلحة. والواد من الصدمة القط أكل لسانه وفضل يضحك. وبعدين قال لها أنا مش أي واحدة أتجوزها، وبيطلع لها كارت دخول غرفته في الفندق. وساعتها بتقطع عليهم يهرا واللي بتستغرب لما بتلاقي هان أخدت كارت دخول الغرفة. وبيقوموا الاتنين وبيسيبوا يهرا ويمشوا. في الوقت ده سوق بيعرف أهله إن هان لغت الجواز، وبتقول له أخته أكيد اكتشفت إنك بتحب أختها. وبيدخل دوك وهان الغرفة وبتطلب منه هان يقضوا الليلة هنا، وكل ده علشان تستفز أختها مش أكتر. وأما بيقرب دوك منها بيحاول يغريها، فبتقرب هي منه ويلعب بعيد يا راس الأناناسة مش أنا اللي تعمل معايا الجلاشة. وبيقول لها هي دي الشخصية اللي عايزة أتجوزها. وبعدها بيسألها اشمعنى أنا اللي اخترتي تتجوزيه، فبتصب له كاس وبتديهوله وبتقول له أنا مش هزعجك في الجواز ولا حتى هطالبك بأي أملاك. وبعدها بيحتفلوا باتفاقهم وبتفضل هان تشرب لحد ما بتدوخ وبيغمى عليها بين ايديه.
وبتصحى تلاقي نفسها نايمة جنبه على السرير ومش فاكرة أي حاجة من اللي حصلت. ولما بيصحى تاني يوم بيلاقيها سايباله رسالة وفلوس وبتقوله بشتري لك فطار. ولما بترجع بتلاقي عبير العقربة مستنياها. وانت ازاي يا جربوعة تحط عينك على حبيب اختك؟ ايه انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ وبتعرفها انها تربية ملاجئ وانها مش بنتهم اصلا. وبيقول لها ابوها ما تتجوزي سوق، مش ده اللي كنت هتبوسي الايادي علشان نوافق عليه؟ فبتقول لهم ان سوق مش بيحبها. وساعتها الحيزبونة بتؤمر المساعد يحبس هان في غرفتها. وبتفتكر هان ساعتها لما كانت بتتحبس وهي صغيرة وبتقعد تبحث عن اخبار دوك. وبتكون قبلها اتفقت مع صاحبتها تصورها مع دوك وتنشر الخبر علشان العيلتين محدش يقدر يعترض ده. ولما ما بتلاقيش صور ليهم بتتصل بصاحبتها فبتعرفها ان عيلة دوك حذفت الخبر. وفجأة بيقطع عليها مساعد امها وبيخطف التليفون منها وبيكون جايب لها الدواء. ولما بيخرج بتطلع الدواء من بقها وطلعت القاروبة ما بتاخدش الدواء اصلا. في الوقت ده دوك قاعد مع اهله وامه بتقرروا عن علاقته بهان وامتى اساسا اتعرف عليها. وبتقول له جدته لو هتتجوز علشان تقلل خسائر شركتك فممكن تنضم لشركتنا. وساعتها بتتصل عليه هان وبتعرفه انها محبوسة في غرفتها وبتطلب مساعدته. وبتكون عبير العقربة قطع عليها وبتقول لها مش علشان قضيتي مع ليلى هيجي ينقذك، ما هو مين اصلا هيحب بنت امها هجرتها. وبيكون دوك وصل وسمع الكلام ده وبيدخل ياخد هان ويخرج وبيقعدوا مع ابوها وبيقول له انه طالب ايد بنته. والاب بيفتكر الكلام على يوري لكن دوك بيقول له انه عايز يتجوز هان. وبتبقى يوري مصدومة. ولما بتتوتر هان دوك بيمسك ايديها يطمنها وبياخد دوك هان وبيخرج وبياخدها على مطعم يتعشوا لكنها ما بتاكلش. فبياخدها على الجنينة ويجيب لها اكل من السوبر ماركت وبيكون ده جوها اللي بتحب تاكل فيه. وبتسأله يا ترى مين اللي هيحب بنت زي امها هجرتها. وبعدين بيسألها دوك هو ايه اللي حصل لك في بيت عبير. فبتقول له ان اكلها اتسمم وانها مش بتقدر تثق في حد من تاني. فبيسألها انت عايزة تتجوزيني علشان الانتقام وبتعترف له بده. فبيروح دوك يجيب لها وردة ويعملها خاتم ويطلب منها الجواز. وقام فاتح دراعاته يلا بقى مستني الرد. قامت البت بسته وطبعا فهمت غلط، هو مش قاصد كده خالص. وتاني يوم بتبقى مش مصدقة اللي حصل وبتتصل بيا صاحبتها وبيكون في حد صورهم امبارح ونشر الصور. وبتشوف هان ان دوك هو اللي خطط لده وبتتصل ام دوك عليه تزعقله لكنه بينكر انه يعرف حاجة. اما عبير فبتقول لجوزها ان عيلة دوك رافضين الجوازة دي. على وصول هان فبينده عليها ابوها. بتعرفها عبير ان الجواز هيوحد العيلتين وبتسألها امتى هنتعرف على عيلته. فبتقول لهم انها هتكلم دوك في الموضوع ده. وبتكون نية عبير مش سالكة نهائي. وبتخرج هان تقابل دوك وبتتفاجئ ان اللي في العربية شخص تاني وبيقول لها في التليفون ان ده السكرتير بتاعه. في الوقت ده عبير بتنصح بنتها انها تستغل الفرصة وتسرق دوك من هان بأي طريقة. في الوقت ده هان بيسألها السكرتير لو كانت قابله قبل كده لكنه بيسكت ويمشي. وبتدخل هان تلاقي دوك واقف بيعمل شاي وبعدين بيعمل اكل وبتتهمه انه هو اللي ورا موضوع الصور. فبيعترف لها انه عمل كده علشان مصلحتهم وبيطلع لها عقد جواز مدبر وان كل واحد حياته منفصلة وكمان املاكه. فبتضيف بند انهم لازم يحصلوا على موافقة العيلتين على الجواز. وبيوافق دوك على البند ده وبيقترح عليها تيجي تعيش في الشقة بتاعته وبيعرفها انه ينتقل لبيت اهله علشان يقنعهم وكده. وبياخدها من ايديها على المطبخ وبيكون محضر لها كل حاجة. وبعدين بياخدها يوريها غرفتها واللي بتبقى قد بيتنا وبيديها مفتاح الشقة. وتاني يوم بيكون المساعد في الشركة ولما بيشوف هيوكي بيفتكر انه شافه مع حبيبته وبيفتكر انها نفس البنت حبيبة مديره دوك. في الوقت ده بتقابل يوري اخت هيوكا وبتقول لها تحاول هي وامها يقنعوا هان تتجوز هيوكا وبتشتري لها شنطة غالية علشان تغريها. في الوقت ده بيتصل المساعد بزوجته نانا واللي تبقى أخت دوك وبيعرفها إن أخوها دوك بيحب نفس البنت اللي هيتجوزها هيوكا. فبتقول له دي مين القروبة اللي مداوبها ومتنين دي، اوعى تكون جابتك انت التاني. وبعدها بتقابل نانا يورا وبتقول لها ايه حوار اختك ده. فبتستغل الفرصة وبتقول لها ان اختها مريضة نفسية وعندها عقدة. لكن نانا مش سهلة برضه، بتقول لهم انا ما
ما بصدقش غير اللي بشوفه بعينيا. في الوقت ده هيوكي بتحاول مع هان، لكن هان بتقول لها انا كاشفة كل ألاعيبك وما فيش حاجة هتاكل معايا، فبتجيبها هيوكي من شعرها والناس بتتلم، فبتترجاها هيوكي ترجع لابنها وبتعمل شو قدام الناس علشان تسوق سمعة هان. وبيكون مساعد عبير بيصور وكل ده من تخطيط العقربة، وبعدين بتديها عبير مكافأة على الشو اللي عملته. ولما بتروح هان بتفتكر كلام دوك وإنه هيغامر بمستقبله علشانها. وتاني يوم بتروح ترسم وعبير بتحييها على رسمتها وبتقول لها هان ترجع لها اللوح بتاعتها اللي في المخزن وإنها بتفكر تبيع منها. فبتقول لها عبير ركزي في جوازك من دوك أحسن ولا أنت استسلمتي. وبعدها بياخدها المساعد تزور جدها في المستشفى، لكنه ما بيرضاش يفتح لها وبينقل المساعد اللي حصل لعبير، وبتكون السبب ورا خوف الجد من هان. وتاني يوم بتقعد هان مع صاحبتها واللي بتنصحها تقرب من دوك يمكن ترضى عنها، وعلى طول بتروح لمكان تجمع دوك بأصحابها لتعلم الطبخة، وبتقدم نفسها بشكل لائق. وبتتفاجئ دوك لما بتشوفها وبتقول لها مسؤولية المكان إنها تبقى محرجة دوك، وبتكون فاهمة إنها بتحاول تقرب من حماتها مش أكتر. فبتديها هان لوحة رسمتها هدية وبتقول لها الحاجة الوحيدة اللي بفهم فيها هي الرسمة، فبترحب بيها جدا. ولما بتخرج بتلاقي دوك مستنياها وبتعرض عليها فنجان قهوة، ولما بتروح معاها بتلاقي يورا مستنياهم. وفي بيت دوك أخوه الكبير بيقول إنه سمع إن هان متبناه وبيبدأ في التنمر على أخوه يستفزه. وبعد الأكل بيقول دوك لأخوه يبطل يستفزه بالكلام، والواضح كده إن علاقة الأخين مش كويسة نهائي. في الوقت ده يورا بتقدم مشروب لأختها وأحلى معاملة، لكن هان ما بتداش وشها وبتشوف دوك إن علاقة الأختين مش كويسة، وبتنصح هان إنها تبعد عن دوك وإنه مش من مستواها وإن أختها مناسبة ليه أكتر. فبتحاول هان تدافع عن نفسها، وبيوصل دوك في الوقت المناسب وبيوقف حديثهم. وبتحاول هان تلطف علاقتها دوك وبتقول لها اثبتي إنك بتحبي ابني وإنك مش زي كل البنات بتحاول تصطاد شاب غني. فبتقول لها هان سبب انفصالها عن حبيبها وإن حبيبها كان بيخونها وبيستغلها، وإنها لما قابلت دوك حست إنه الشخص اللي مش ممكن يخون أبدا. وبتعتذر لها وبتمشي، وبيروحوا على البيت ويقعدوا يتكلموا وبيتفقوا إنهم هيمثلوا قدام الناس إنهم بيحبوا بعض كده وكده يعني. ولما بتدخل تنام ما بيجيلهاش نوم، فبتخرج عند دوك اللي نايم على الكنبة وبيحلم بكوابيس. وتاني يوم بتدخل دوك البيت تلاقي هان في وشها، ولما بتحاول هان تصحيه بتقول لها سيبي نايم هو ما بينامش كويس. ولما بيخرجوا بره بتقول لها خلينا نعمل تعارف للعيلتين، وعلى طول بتروح تعرف عبير وابوها وبتقول لها عبير على جنب ما تفكرش انك فزتي ما خلصتش لحد هنا. وبعدها بتروح هان تزور جدها لكنها ما بتعرفش برضه، وبتفتكر لما كلمها في التليفون وقت الحادثة وطلب منها تسامحه. وتاني يوم بيتقابلوا العيلتين في مكان خيري، وبتبقى عبير متسلطة في الكلام وبتسلم عليها دوك وتحسوهم تعالف في ساحة حرب. وبيقعد الكل مع بعض وبيلطف أبو هاني الجو، لكن عبير العقربة كلامها كله تلقيح. بتعرفهم إن هان مش بنتهم وإنها متبناه، لكن دوك بتقول لها عادي ده مش ذنبها. وبتقول لهم عبير هان لا بتعرف تطبخ ولا تغسل، وإننا بتقول لزوجها هي جاية تبوظ الجوازة دي ولا إيه. وبتقول هان أنا مش من مستوى تعليمكم ولا ثقافتكم، لكني جايبالكوا هدية، وبتكون هديتها لوحة مشهورة للفنان إدوارد بيور وهي اللي نسختها، وبتقدمها للجدة تعلقها في المؤسسة الخيرية بتاعتها علشان الكل يشوفها من غير ما يدفع فلوس. وبتعجب الجدة اللوحة جدا جدا. وبعدها بتقابل عبير هان برا وبتسألها ازاي جبت اللوحة، فبتقول لها مستغربة صح علشان بعتيها بنفسك. وبتتصل عبير على المشترية وبتعرف انها رجعت اللوحة، وبتقول هان لأمها اللي يلعب بالدح ما يقولش اح.
وبعدها بيحيوا عيلة دوك وبيمشوا. وفي العربية بيتخانق الأب مع عبير وإنها كانت بجحة وعايزة تخرب جوازة البت، ومش بتفكر في مصلحة شركتهم من ورا الجوازة. وفي نفس الوقت قابلت يورا هيوكا، وكان هيتجنن لما عرف إن العيلتين اتقابلوا. وتاني يوم الصبح حرابيق عيلة دوك بيتناقشوا، وبتقول لهم نانا إن عبير غلبت الشريرة أم سندريلا، وبتبقى أم دوك متعاطفة مع هان. والكل بيلاحظ ده. في الوقت ده هان مع صاحبتها وبتفتكر كلام أم دوك ليها، وإنها لو قدرت تقنع دوك ينضم لشركتهم هيقبلوها من ضمن عيلتهم. وفي الشغل دوك وهيوك في بينهم تحدي، وبيسيبوا الكلام عن الشغل وبيتكلموا عن هان، وشكل الاتنين هيولعوا في بعض. وبعدين بيقابل هيوك هان بالليل وبيقول لها إن دوك حاول يقتل حد، والحد ده أخوه، وإنه ساب الشركة علشان مش عايز يتنافس على منصب الخليفة الأول، وإلا كان هينكشف أمره. واستغل إن هان مصدومة وقرب منها، ووقتها صورته أختها يورا، وخطتها هي وهيوك يدمروا علاقة هان ودوك. ولحد هنا بينتهي البارت الأول. يا ترى هل هتقدر العقربة يورا تدمر علاقة هان بدوك؟ وإيه دور هيوك في الموضوع؟ كل ده هتعرفوه في البارت التاني. انتظروني، وياريت توصلوا الفيديو ل1000 لايك علشان انزل لكم باقي الأحداث بسرعة. مع السلامة.